صباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء. النهاردة اللي هي معانا 10 جنيه البوليمر المصرية أهي. النهاردة هنتكلم على علامات التأمينية لل10 جنيه البوليمر المصرية. هنتكلم عن علامات التأمينية لمجرد أنت ما تمسكها تقدر تعرف إذا كانت ديت فيها مزورة أو ورقة صحيحة ولا لأ. أول حاجة اللي هو المسجد هنا أهو، لما بتلمسه دوت بيبقى بارز شوية. يعني أنت عملت كده هو تلاقيه عليه بروز، تلاقيه خشن بسيط بسيط يعني. تاني حاجة إن هو بيبقى شفاف زي ما احنا شايفين أهي، وهي باينة إن هو 10. بتدي ألوان لما بتحركها، بتدي هنا ألوان بسيطة وباللون الفضي. لما بنقلبها هنلاقيها اللون الذهبي. دي حاجة برضو من العلامات التأمينية. هنا الخلفية بيبقى لونها ذهبي، اهي هنوضحها لكم. دي بتبقى هنا هو باينة كده، الخلفية ذهبي. لما نقلبها الضوء على الخلفية بتكون لونها ذهبي، والواجهة بيكون فضي، ومع الحركة كده بتدي ألوان اهي كده، بتدي ألوان، وإن هو بيبقى لونها ذهبي. وكلمة 10 جنيه بتبقى باينة هي تحت تحت المسجد الفتاح العليم اهي، باينة كلمة 10 هنا بتعملها. طبعا احنا لو معانا في ناحية تانية، اللي هي الناحية التانية بتبان بأشعة الفوق البنفسجية، اللي هي هنا المكان ده تحت، اللي هو تحت توقيع المحافظ، سواء طارق عامر أو حسن عبد الله. ده لما بتتعرض للأشعة فوق البنفسجية بنلاقيها بتدي ألوان وبتدي رقم فوق القبة هنا، هو بتدي رقم 10. المهم عشان خاطر احنا بنخلينا النهارده الحاجه للمواطن البسيط مجرد ما يمسكها. الورق ان هو بيبقى فيه خشونه بسيطه، في المسجد فتح العليم فيه خشونه بسيطه. وهنا هو زي ما احنا شايفين بتدي فضي وكلمه 10 باينه. ولما بنقلبها من الظهر بتكون ناحيه ذهبي. طبعا المكان ده بيكون شفاف، يعني انت ما ينفعش تاخد ورقه مقطوعه اساسا ما فيهاش المكان دوت. دي علامات التأمينية بتاعتها. طبعا ده الواجهة زي ما احنا شايفين عليه ان هو مسجد الفتاح العليم. والخلفية راس الملكة حتشبسوت، ومجسم للهرم. طبعا دي زي ما قلنا بقى هي العلامات التأمينية بسيطة هي خالص واضحة. تاني نكررها، بروز بسيط في مسجد الفتاح العليم هتلاقيه واضح مجرد من على القبة ومن على المأذنة بتاعت المسجد. والناحية التانية هنا هو برضو ده بيدي لون فضي، والعشرة فضي، ولما بنقلبها على الظهر بيكون لون الذهبي. دي حاجة بسيطة مجرد ما تمسكها. أتمنى إن حضراتكم تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو إذا أعجبكم، واشتراك. وشكرا ليكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.